السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب يسعد اي حد بيحط لي لايك ويفرح قلبه بكل اللي يتمناه. بصوا بقى، النهارده نزلتكم باكله جميله ولذيذه وسهله وعلى قد الايد. على قد الايد ايه؟ انا جبت شويه فراخ كده وحطيتهم في الفريزر وكده، فطلعت منهم حبه حاجات اعملهم ايه كنتاكي. عشان العيال عايزين اي حاجه كده ياكلوها بره، انا قلت لهم لا، انا عامله لكم في البيت. فان شاء الله هتبقى سهله وبسيطه. بصوا الطبق الجميل ده، انا ان شاء الله كده هحوله لكم من احلى كنتاكي ان شاء الله، وارخص حاجه على قد الايد. تابعوني وهيبقى احلى فيديو وجميل جدا، وان شاء الله كده بكل افكاري هتبقى احلى حاجه وارخص حاجه وعلى قد الايد. يلا بينا. بصوا حبايبي، انا دلوقتي هسلق الفراخ اهي و... وسلقه طبعا مش سلقه جامده، يعني سلقه شويه صغيره في سبيل اللي انا ايه بعد كده هحمرها بقى واقول لكم التتبيله الجميله. فبصوا بقول لكم، بص الجناحه كبيره وحلوه والدبوس برضو حطيت شويه. بصوا حبايبي، انا دلوقتي هخرط الملوخيه اهو. طبعا غسلاها كذا فم وجميله واتنشفت وكل حاجه. بصوا هخرطها، وبعد ما هخرطها انا بحب بقى طبعا الحاجات اللي هي ايه. طبعا عندي الكبه وكده، بس لا انا بحب الحاجات اللي هي بالايدين احسن يعني. بتبقى طبعا عارفين الزمن الجميل، طبعا الملوخيه الخضراء الجميله ديت انا بحبها كده. ما بستسهلش يعني، بالذات في الملوخيه الخضراء طالما طلعت لازم اخرطها بالمخرطه والكلام ده. من احلى الاكلات طبعا الملوخيه الخضراء و... وطبعا هعمل جنبها شويه اللي هم الفراخ الكنتاكي ديت، عشان البنات كانوا عايزين يطلعوا يتغدوا بره. قلت لهم لا، على مين بقى، ده انا عامله لكم احلى حاجه. حبايب قلبي، لوجي عايزه اسلم عليكم عشان هي وحشاكم جدا، وهي متوحشاكم حقيقي والله. دلوقتي مصممه اللي هي تصور الصوره دي. وهتقولي ايه يا لوجي؟ يا رب تكونوا بخير. يلا لهم ايه، حطوا ايه؟ لايك. لايك. ها، وفعلوا الجرس. وهتيت هتعمل ايه؟ ملوخيه. وكوكو لمين؟ 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 جدع، لمين؟ لروجي. احلى ملوخيه هعملها لروجي حبيبتي. ماشي حبايب قلبي. انا كنت مطنشاها في التصوير، راحت قالت لي لا، عايزه صممت تطلع عشان تصور معاكم كده. ماشي يا رجا، انتي قلتي ايه؟ عايزه ايه؟ لا لا، حطيش ايدك بقى. ماشي، هنخلط الملوخيه ونرجع لكم تاني. بص يا حبايبي، بشيل دلوقتي الريم اللي طالع كده من الفراخ كده. طبعا اي حاجه بتعمل ريم تتشال. وبعد كده بقى ايه، هبتدي بقى احط بقى ايه، يعني بصلتين 3 كده رفنعين، مع طماطمتين، مع ورق غور، مع حبهان، ولو في مستكه احطه. فكل ده يعني بخريها عادي خالص كأنك بتسلقي فراخ عاديه. بس كده، وسهله وبسيطه واكله جميله، وان شاء الله هتعجبكم باذن الله. بس تابعوني للاخر كده، وما تسرحوش بقى، وحطوا لي لايك. معلش انا متاخر عليكم في الفيديوهات وكده، بس ان شاء الله بعد كده يعني ربنا يسهل الحال. كان عندنا امتحانات وكان عندنا دروس، فالحمد لله توفقنا ونجحنا الحمد ايوه، لله. اكتبوا لي تحت الف مبروك. نجحت وطلع من الاوائل الحمد لله. ساره جايبه لنا مجموع جميل، وطبعا ان شاء الله الحمد لله من الاوائل. وبكره ان شاء الله هعمل لها حفله صغيره كده. اكتبوا لنا لو عايزين اصورها لكم، لان انا هصورها لكم غصب عن تيتا، خلي بالكم. ان شاء الله بجد هتصوريها يا ساره. ان شاء الله هتبقى احلى حفله. هتنزل لكم عند تيتا. هي مامتها عايزه تعمل لهم حاجه وتفرح بيهم، فقالت لهم اعمل لهم بقى مين عند جده وتيتا وكده، فهم جم يعملوها هنا عشان هم ساكنين في العجمي، فالعجمي بعيد على الناس. علينا وكده، وعلى فليمون، وعلى الناس اللي هتيجي ان شاء الله والكلام ده كله. فهم دايما بيحبوا اي حاجه يعملوها بصراحه عند تيتا هنا. ايوه، عشان تيتا عندها فيلا. الحمد لله، عشان شقتي يعني واسعه وحلوه، فهم بيحبوها هنا اكتر. هما كمان بيرتاحوا طبعا. بصوا الجيل ده كله بيرتاح طبعا طول عمر الناس يعني، ما بترتاحش غير عند بيت تيتا وجده. فهم دايما بيحبوا بقى ايه، يعني عارفين اللي بيقولوا رايحين يتفسحوا، بس عند تيتا هم بيعملوا كده. والاجازات بقى هيقضوها فين غير هنا؟ الله يعين تيتا بقى. يو. مش كده؟ بس بقى بصراحة على قلبنا زي العسل والله الحمد لله يعني. فبتقولي يو سامعين؟ مش الله يعيننا برضه ولا ايه؟
ده احنا نسمة. نسمة، لا ونسمة بسيطة بصراحة. ده نسمة وهوا وريح ورياح عواصف وعواصف وبرق. وحاجات كتير كده، شفتوا؟ ابص ما خدتش كتير، غرفتين تلاتة بس كده شوية، بس والله طلعت شوربة حلوة بصراحة. كل اللي البيت شرب منها. اه، معرفش ازاي كفت ولا الملوخية. شفتهم هما بياخدوا من الشوربة على فكرة. مش انا انا فجأة بسرب الاكل. انا فجأة لقيت الكوبايات جاياني في المطبخ، ايه ده؟ لا وعايزين تاني، قلت لهم لا على قد الملوخية بقى. انا بسرب ما انا لكم ما الاكل شفتش يا جماعة. المصحف اللي اتاخده، لو شفتها فبالهنا والشفا يعني. ببص حبايبي كده اهي، هنشيلها على جنب كده واركنها، وابتدي اهي اوريكم. بصوا حتى بصوا ماسكه نفسها يعني، ما استلقتش قوي. بصوا بقى احنا كده خدنا شويه لبن لوجين. من لوجين، لبن لوجين. خدنا شويه كده وهنحط عليهم شويه شوربه. طبعا لو عندك لبن صافي حطي، لو هتحطي الاتنين حلوين وجمال. والبهارات بقى، فبصوا حطيت ايه دلوقتي، حطيت فلفل اسود، حطيت ملح، شطة. حطيت شطة، حطيت كركم. كركم، حطيت كاري، حطيت لبن بتاع دوت، توم باودر، بصل باودر. وحلو قوي كده يعني، والبهارات اللي بتحبيها حطيها. بس بصراحة البهارات الخلطة دي مع بعضيها طلعت من أطعم فراخ الفراخ كنتاكي. الكنتاكي اللي أنا أكلتها، أقسم برب العز أحسن من المحلات. وعلى الأقل نضيفة وجميلة، وانت عارفة انت بتعملي ايه. ف... فبصوا حبايبي كده هسيبها شوية كده زي قيمة ساعة أو حاجة، عبال ما أعمل بقية الأكل وأرجع لها تاني. فأنا دلوقتي بقلبها، هي المفروض بصراحة بتغطيها لآخرها وكده، بس أنا ما حبيتش بقى أقلل من اللبن والشوربة وكده. فهي برضو ايه هتبقى جميلة وهتتنقع وهتبقى طعمها جميل، والله ما طلعت عدمة ولا حاجة خالص. كل حاجة فيها متظبطة. وبنفس البهارات ديت برضو أنا بقيت حبات منهم بحطهم بقى في تتبيلة الدقيق. بتبهري الدقيق بنفس المكونات اللي انت حطيتيها في الاول. اهو بص هنعمل بقى الدقيق. فوالله اخر كمان دقيق ياما يعني، انا حطيت بعد ما حطيت الحبه دول حطيت تاني. عشان الكمية كانت عشان ياما. كميه الدبابيس مع الاجنحه بصراحه كانوا كتار. انت كل ما بتجيبي فرختين انت ممكن تشيلي الجناحين، في سبيل اللي انت ايه مره على مره، على اللي انت مثلا اشتريتي، لو اشتريتي كيلو جناح كبار او حاجه مع الفراخ بتعملي برضو اكله وكده، وهي بتظبط الدنيا ان شاء الله باذن الله يعني. بصوا حبايبي انا دلوقتي ايه بشرت طماطمتين صغيرين و... ونزلت بحته توم ني كده، وحطيت واحده ماجي، واللي ما بيحبهاش براحته دي اختياري يعني. و... وما بتحطيش ايدام ولا حاجه، ولا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه. وبتقلبيهم كده لغايه ما تبصي تلاقيهم بيتسبكوا مع بعضيهم شويه، وتضيفي بقى عليهم الشوربه. بصوا حبايبي، بس والله خلت الملوخيه والله فوق الرائع. جميله جميله يعني، جميله فعلا والله. جربي بس وانتي ما هتروحي في حتة تانية خالص يعني. بصي اهم لا، حاجة الطماطم. اه لا لا هي فعلا جميلة. عملتها لها من غير طماطم، انا بعمل الناشفة كده على طول بالطماطم، والخضرة لا، قالوا لي لا اعملي الخضرة كمان. فطلعت بصوا جميلة ومعسلة زي ما بيقولوا كده، لا حلوة بصراحة. والحلة التانية دي انا برضه ناوية اعمل لهم شوية مكرونة اسباجيتي، في سبيل طبعا فراخ يعني مكرونة. والملوخية هنقلي بقى جنبها شوية فلفل حلوين كده، وهحط لهم شوية ملح كويسين، واحط لهم ليمون. فبتبقى جميلة قوي. وبص التوم دوت يا حبيبي بوريه لكم انا مفرزاه يعني وكده. بصوا ابيض وجميل والله. هنا حطيت شوية كزبرة وحبة فلفل اسود وشوية ملح، طبعا عشان انا مش دقته مع التوم، عشان التوم انا كنت مفرزاه من الاول وكده. وهنا برضو حطيت شوية كزبرة تاني اهو برضو على الشوربة. طبعا ملوخية يعني كزبرة، طبعا انتوا عارفين توم يعني كزبرة. كتري كتري كتري. كتري ما تستخسريش. بصي عارفة بيقولك ايه يعني، اعملي خشي مطبخك بقلب وبحب، هيطلع احلى اكل. بص حبيبي دي هنا انا كنت عاملاها ومسيحاها بتاعت لحمه طبعا بلدي، وانا ايه مسيحاها، وانا بحبها قوي في الباميه الويكا والملوخيه، بتبقى بصراحه ايه. وطبعا دي سمنه هي بلدي، انا برضو بحط كده معلقتين تلاتة اهو. آه واحمر بقى التوم للملوخيه، وتعملي الطشه دي كده، عارفه اللي انتي ايه، وشهقي بقى، عارفه اللي يعني عارفه تقولي ايه.
خضرة خضرة. خضرة خضرة خضرة، لا لا، انا ما حلاوتش فيك، واللي يدوقك ما يسليكي. خضرة خضرة خضرة. تقلس عليا يا سوسو. لا والله جميلة. لا جميلة والله، طلعت جميلة خالص والله. لا والشوربة بصي لونها وطعمها يعني كانت جميلة. البيت كله شرب من الشوربة دي من غير ما تعرف. والله ما خدت بالي خالص، بس يلا بقى بالهنا والشفا. هقول ايه؟ اهي المكرونة. طبعا دي مكرونة ستارة عادية عادية، بس والله كانت طعمها حلو جدا. ما بترضاش تجيبي الملكة يا جماعة. الملكة تقيلة كده، عجينتها تخينة سنة يعني، مش جاية معايا سكة بصراحة. اما انا بحب الستار، مش وحشة. بترجع اللي بيجيب لها الملكة. اه تقيلة عجينتها، حاسة تقيلة، ما باينة اللي بيجيب لها الملكة بترجعه تاني في السوبر ماركت. لا لا، كانت الاول حلوة، او بعد كده لا، الستار طلعت ليها طعم عنها بصراحة. كنت مشمرة بقى وانا بخرط الملوخية، فدلوقتي بنزل كمي اهو معاكم. قولوا لها ايه رأيكم في ال في اللون اللي انا لابساه جديد ده. ايوه العباية. لا، اللي هو اللون الازرق ده انا مستغرباه، بس حلو مش وحش. مغمقني شوية بس، انتوا عارفين انا سمرة يعني. ف يلا هو ماشي. جميلة في الحمد كل لله. حالاتك. ميرسي يا سوسو، شكرا ليك. لا سوسو دي من حبها لتيتا يعني، جامد يعني. عارفين اللي بتحب التيتا بتاعتها جامد جامد جامد، قلبي 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 كده، هي دي. بصوا شوية كربونات صغيرين محضراهم وهم معاكم. هي طبعا الملوخية الخضراء بتبقى ليها عرق وجميلة، بس طبعا انا بحب اللي انا اديها حقها زي ما بيقولوا. ادي للاكل حقه وتاخدي طعمه. بصوا الملوخية طول ما هي على النار ما تقلبيش فيها كتير برضو، في سبيل لو انت عايزة فيها عرق كويس. من فوق الوش كده بديها تهوية، معلقة صغيرة، تقليبة صغيرة. ومش بفضل اقلب فيها كتير بصراحة، عشان ما تسقطش زي ما بيقولوا. وبعد وبعد ما تحطي الطشة برضه ما تقلبيش. لا طبعا الطشة بقى تبقى تنزل عليها كده مرة واحدة على الوش. ف وتغطيها، يعني ما تغطيهاش، اللي انت تغطي الغطا من يعني، عشان برضو ما تسقطش. بتغطيها نص تغطية كده، اللي هي تديها تهوية بسيطة وكده. هتسقط ولا تنجح؟ هتسقط ولا تنجح؟ ده هتجيب مجموع جميل يا حبيبتي. بس البيت ماشي يا سوس. حمل علشان لا بس انا النهارده اتأخرت لهم في الاكل شوية. مغدينا يا جماعة الساعة 9. 9 بالليل، 8:30. 9. ابص غلت كده، رحت بص نزلت بالطشة الجميلة يا خضرة اهي، خضرة خضرة. وهي غطيها نص تغطية صغيرة وخلاص. اركنيها بقى على جنب كده. خش على التقيل. وخشي على التقيل، على التحمير بقى. لا على المكرونة الأول. المكرونة سهلة. لا، ما أنا حطيت مية بس تغلي بتاعت المكرونة، وهبتدي بقى ايه، بفلفل. أقلي بقى الفلفل اهو. طبعا الفلفل ده عشان يعني القرن بتاعه كده كبير، فقطعي على 2 على 3. عشان تاخدي قرن فلفل ليكي وللزمن. أيوة، لا وعشان ما تخلصوش كله بقى، صح كده. معرفش ايه قرن الفلفل أول الكبير ده. ما السنة دي الفلفل الأخضر الفاتح ده طول عمره بيبقى بارد، والله السنة دي حامي. بص يا حبايبي، انا غطيته بس كده في سبيل شويه صغيره، في سبيل برضو ما يبهدلش الدنيا، وعشان الزيت قليل هيتحمر معاكي بسرعه طالما غطيتيه. ابص احمر ازاي بسرعه، عشان طبعا احنا الزيت غالي، فمش بنملى الطاسه زيت بقى ونقلي شويه فلفل، لا طبعا. على قد انا احنا ما برميش بنقطره. ما برميش الزيت خالص. انا الزيت بعمل منه صابون جميل جدا، انتوا بس خشوا على القناه هتلاقوا احلى صابون. صابون انا عاملاه لغايه دلوقتي، والله انا ما بستعملش غيره والله. وتيتا كمان بتعرف على فكرة تعمل صابون سائل، بس ما بترضاش تقول لكم. لا ان شاء الله هجيب لهم هو دلوقتي كمان ما بقاش عمايل، ده هو دلوقتي بتبقى المكونات كده حلوه نازله جميله خالص، بس انتي بتدوبيه في ميه وبتسيبيه تاني يوم، بعد كده بتستعمليه. بصوا يا حبايبي اهو، قليت الفلفل وحطيت له شويه ملح، واديله بقى ليمونتين كده اهو، عشان بقى عندي رودينا بتحب ميه الليمون دي قوي، اللي هي تاكلها مع الاكل. طبعا ما بتجيش جنب الفلفل، وتاخد لنا بس الملح والليمون. وحطيت على الميه على عينك كبيره شويه. هبتدي بقى اقلي اللي هو وبهر الكنتاكي والفراخ الجميلة اللي احنا عملناها،
والله بصي، هو دلوقتي ايه الاكل حيرة غير كده طبعا. بصراحة بقول لكم هنا دلوقتي المكرونة ما تكسرهاش اتنين وتحطيها. فسارة بتقولي لا، ده يما في ايطاليا المكرونة الايطالي على طول بيحطوها بحالها كده، وهي فعلا بتبقى اسهل في الاكل عن ما تكون مكسرة. بتلفيها في الشوكة اكتر يعني عن اللي انتي تكسريها على اتنين والحاجات دي كلها. دلوقتي هتنزل وهتتسلق ان شاء الله، وابتدي اخش على اللي بعده. حبايب قلبي، قولوا لي انتم متابعيني منين، واكتبوا لي في التعليقات وشجعوني كده. وما تنسوش بقى اللايك والشير والحبة يبصوا البهارات بتاعتكم دي، حبشتكنات. الحبشتكنات على رأي سوسو. ما تسرحوش، احنا عايزين بقى، احنا لسه ما دخلناش على التقيل، هتسرحوا من دلوقتي؟ لا ما هو مش سرحانين ولا حاجة. طيب هي أكلة سهلة وبسيطة إن شاء الله. قبل ما تيتا تخلص سلق المكرونه ديت ولا ما اعرفش بتعمل فيها ايه، حطوا لايك واشتركوا. يلا انزلي بقى باللايك حضرتك والاشتراك. هتبقى عيب يعني لو مشتركتيش. ايوه. بص هبتدي بقى بهارة، ممكن تبهريها مرتين. يعني انا دلوقتي هعملها كده واعملها طبقة تانية في سبيل بقى. بصي هتلاقي بقى الحتة، بصي بقت معاكي وزة. عارفة الوزة؟ طبعا ده غير الطعم حكاية بصراحة. انا حطيت طبعا البهارات في قلب الدقيق بنفس طريقة البهارات اللي هي في الشوربة واللبن، اللي هو الكاري والملح والفلفل والشطة. وايه تاني بتي سوسو؟ ايه تاني؟ التوم البودر وتوم باودر وبصل باودر لا في حاجة تانية جنب الكاري. والبابريكا الحارة. استنى هفتكر، بس انا انتي نسيتيني يا سوسو، امان عليكي. لا انا حطيت كاري و... وكركم. وكركم. لا هو كركم اللي كنت ناسياه. يبقى كاري وكركم وشطة وفلفل اسود وملح. وطبعا الشطة اختياري، بس احنا بنحب الحاجة بتبقى متظبطة كده بتدي ريحة. ممكن تحطي البابريكا، يعني اللي هي مش حامية. وكل طبعا دوت برعاية ابو ماضي. حاجات ابو ماضي فظيعة في اسكندرية في المنشية. بصوا هنا الدقيق ناقص، ابتديت اعمل تاني برضو بنفس الطريقة. حطيت الخلطة تاني عشان طبعا ابتدي اديله الوش التاني بقى اللي في عشان يدي كده طبقة قرمشة وحرمشة. لا طلعت تحفة والله العظيم. صح يا سوسو؟ كانت رائعة رائحة، والريحة كانت فظيعة. ريحة البهارات كانت جميلة فيها بصراحة. هنتوصوا رغم ان احنا قعدنا لغاية الساعة 9 ما اكلناش، ولكنها كانت احلى طب ليه اكلة. الفضايح دي بس كده؟ انت عايزين لغاية الساعة 9؟ الساعة 9. اه طب ما احنا بادئين الساعة 4 في الأكل والله، أو 4 ونص. طب ماشي، كنت نايمة. انت كنتش نايمة؟ طيب أنا ما كنتش نايمة، أنا كان عندي صنايعي شغال في الشقة وكده، فعشان كده بس اتأخرنا شوية. بس يا حبايبي بعيد عليها تاني اهي، واحط بقى في صينية تاني. لا طلعة جميلة والله. حبيبتي اللي من العراق اكتبي لي تاني بصراحة، يعني كومنتاتك جميلة وبتسعدني. وقولوا لي بقى انتوا منين، يعني بتكتبوا لي منين وشجعوني. خلي بالكم. طبعا. واللايك والشير ده طبعا. لا بصوا عايزين يا جماعة كده يعني تشجيع، يعني عارفة تشجيع عمان دي. عايزين نكبره. عايزين نكبر ان شاء الله. ربنا يا رب يسهل لنا الحال كده. عشان تيتا كل شويه عماله تقول انا لما نكبروا انا هعمل مفاجآت. احنا اكيد لما نكبروا هنعمل مفاجآت. انا كل يوم هتلاقوني في فيديو. منتظرين بقى. ان شاء الله شجعوها. باذن الله. دخلنا على التحميره اهو يا سوسو، واتفرجي بقى على الطعم بقى والشكل البيت كله كان عمال يلف حوالين نفسه كعين بعد ما شم الريحه. لا هي العمارة فعلا. كلها شمت الريحه، كانت رائعه. ايوه البهارات جميله فيها بصراحه. بص يا حبايبي والله العظيم، يعني بصي الفراخ والله طلعت منهم بس الجناحه مع مع الدبوس مع كده. لا جميل بصراحه. اكله لا هعملها لكم تاني برضه ان شاء الله، وبرضه في فيديو ان شاء الله. بس مش هعمل جنبها ملوخيه بقى، اعمل حاجه تانية. انتظروا اللحمه البارده ان شاء الله باذن الله هعمل لكم
هي هعمل لسه ايه؟ بتفكر. بفكر اعمل لكم لحمه بارده، او بفكر اعمل لكم عندي هرق كده ان شاء الله، ربنا يسهل الحال. محتاره اعمله ايه، بس ان شاء الله هعمله لحمه بارده باذن الله. وهعمل لكم كفته جميله، تابعوني بس كده وشجعوني، وهيبقى احلى اكل ممكن باذن انت الله. كمان تعمله كفتة فراخ، لا دي عندها ابتكارات بقى. لا بس هي باذن ساكتة. الله. لا بصوا، الطماطم دي حبايبي انا مفرزاها، الطماطم اليومين دول رخيصه وجميله، الحقيقه هتجيلك شويه وفرزيهم كده عشان العيد الكبير. وطول ما عندك طماطم طول ما الاكل عندك بقى سهل. ليه؟ الطماطم ساعات بتتجنن زي ما بيقولوا ايه، مجنونه يا قوطه، هي فعلا بتتجنن ساعات. لا بصوا اللون الفراخ والحرمشه اللي هتبقى فيها تحفه. على فكره انا رحت كنتاكي واكلت والله فراخ، انا يعني ربنا يعني ايه يكرم كل واحد في اكل عيشه، بس انا والله ما عجبتني خالص. العظم من جوه لونه مغمق كده معرفش، وطعمها غريب وبهاراتها لا ما جاتش معايا سكه بصراحه. اما دي خدتني في حته تانية والله، تحفه تحفه. بصوا حبايبي الصلصه، بس انا حطيت شويه زيت قدحتهم وكبيت عليهم الطماطم الجميله دي، وبنحط اهو الملح، واحط فلفل اسود وشويه شطه صغيرين، وبرده الشطه اختياري. وهنزل عليه بقى بالايه، من المكرونه الاسباجيتي. بس ما بحبش مش ما بحبش، البنات عندي ما بيحبوش المكرونه اللي هي ام بصل او بتوم. يعني ممكن اعمل فراخ مشويه او مش فراخ في الفرن فيها بصل بياكلوا بيها اما اعمل مثلا المكرونه ببصل وتوم دي ما مش جايه معاهم سكه بصراحه. بس انا بالنسبه لي دايسه في اي حاجه يعني ما فيش مشكله. هبص المكرونه طبعا عشان ما اتكسرتش فبقت هتبقى سهله قوي في الاكل وجميله كده. بصوا بقلبها هي جميله وجميله يعني، والله ما قعدت يعني ما شاء الله، اكلوها بالهنا والشفا يعني. وعلشان تخلوا ليها طعم انا عملت ابتكار رائع. عارفين اللي هي البهارات بتاعت البطاطس بتاعت كنور دي؟ حطوا عليها بقى على المكرونه بقى، اي نعم بتاعت بطاطس بس تدي طعم رائع رائع رائع. ما هي عشان متبله، البهارات جميله ليها طعم خالص اه جميله كمان لما تعمليها بقى هي بقى بهارات بطاطس، لما تعمليها بقى البطاطس تدي طعم تاني للبطاطس. لا تحفه بصراحه. بص بقى، خطير 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 يا هي حبيبي خطير. صلصتها مش قليلة، هي الصلصة قاعدة من تحت شوية بس كده. فعشان انا ما الحلة مثلا المكرونة كتيرة وكده. حبايب قلبي تعالوا بقى كده جربوا الأكلة الجميلة والملوخية الجميلة دي اللي هي بشوية طماطم صغيرين. بصوا العرق وجمالها، والفراخ بقى أحلى كنتاكي. بصوا الجمال وبصوا الشكل وبصوا الطعامة وطعم رهيب. اقسم برب العز الطعم، هقول لكم على البهارات اللي انا حطيتها فظيعه فظيعه. وجربوا وان شاء الله هتبقى احلى كنتاكي واحلى من بره طبعا. وبصوا انا عملت ايه، عملت الكميه دي وعندي كميه تانية هتتقل ان شاء الله بكره، عشان بس يعني ايه ما قليش ويقعد يبات وبكره مثلا يتاكل كده. فاحنا بصوا من اقل حاجه عملنا احلى حاجه، فجربوها. وشويه مكرونه جنبهم، وكمان هنجيبوا شيبسي ان شاء الله، وشويه فلفل مقليين بالليمون. وجربوا من احلى الاكل الرخيص الجميل السهل البسيط اللي ما بيكلفكيش كتير. لو جبتي 4 فرخات هتطلعي منهم شويه حاجات، هتعملي احلى طبق وهتصنفي اكلك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي. ما تنسوش اللايك، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من تيتا حبيبتي. السلام عليكم.